ألغت منظمة جلوري للكيك بوكسين نتيجة النزال الذي جمع بين المصارع المغربي بدر هاري وخصمه الهولندي أليستر أوفريم في أكتوبر الماضي بمدينة آرنيم الهولندية، وذلك بعد تأكيد نتائج الفحص النهائي للتعاطي الأخير للمنشطات خلال الليلة ذاتها. وعملت المنظمة على سحب نتيجة الفوز من أوفريم وإزالة اسمه من قائمة ترتيب مصارعي الكيك بوكسين للوزن الثقيل العشرة في موقعها الإلكتروني الرسمي، مقابل ترقية بدر هاري إلى الرتبة السادسة بعدما كان في المركز التاسع. وتم الإعلان في نوفمبر الماضي عن العثور في جسم المقاتل أوفرين 42 سنة على مادة محظورة يشتبه في كونها نوعا من المنشطات تم تعاطيها خلال نزاله مع بدر هاري، غير أن الضوابط تفرض أخذ عينة ثانية ب للتأكد قبل أن تأتي هي الأخرى بنتائج إيجابية. وهي المرة الثانية التي يضبط فيها الهولندي أوفريم متعاطيا المنشطات، إذ سبق أن تم توقيفه عن ممارسة الرياضات القتالية لمدة 9 أشهر سنة 2018 من قبل لجنة ولاية نيفادا الرياضية في أمريكا، وذلك بعد اختبار إيجابي لمستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون. وإلى حدود الساعة لم يعلق بدر هاري 38 عاما على هذا المستجد، على الرغم من أن هزيمته بالضربة القاضية في الجولة الثانية على يد أوفريم كانت سببا في إعلان نيته الاعتزال خلال الليلة ذاتها. ومع ذلك يظل بدر هاري ضمن القائمة المرشحة لخوض